هلا والله شباب، شلونكم؟ طبعا بخصوص دكتورة بان اللي انا قبل يومين ذكروا لي اسمها وقلت الله يرحمها، بس انا ما اعرف شلون ماتت. لكن بعد ما شفت الفيديوهات وراجعت ودحقت، يا اخي مبين اهلها هم قاتلينها. هذا اخوها لابو عيون العمص اللي مسوي هيك، هو مبين، هو ذاك وينه مبين رجال مريض نفسيا. وامها ما ادري شلون وجهها مو رحماني، ابوها وجهه مو رحماني، مبينين هم اللي مسوين بيها. فأنا على ثقة تامة بالقضاء العراقي إنه هم راح ياخذون حقها، ونتمنى أني وكل واحد صاحب غيرة وشهامة نتمنى إنه تعرضون يعني قرار الحكم باللي سوى هيك ببان، ومو بس ببان، حتى باللي نفذ بحمودي وعبد الله قبل فترة بالبنزين خانة اللي انسكت عنهم أصلا. نتمنى إنه يطلع القرار الحكم بحق الجاني، حتى خلاص ها هي تنتهي. ليش صار عندنا القتل سهل؟ ليش صار عندنا الموت عادي؟ كل من يموت ينسي ويروح، والحق مالته ما حد ياخذه. فاحنا على ثقة تامة بالقانون، نتمنى شك واحد يسوي هيك انه تعرضون لنا اياه وقرار حكمه، حتى الناس يعني خلاص، الناس يعني تقوم تخاف، يقوم اللي يريد يسوي غلط يخاف من الغلط، يقول لك انا اتحاسب. فنتمنى من السلطات المعنية ان تعرض لنا القرار بحق اللي سوى هاي الفعلة الشنيعة بحق بان، واللي سوى الفعلة اللي امام العين وامام كل الملأ بحمودي وعبد الله والولد الكردي. نتمنى من عندكم تطلعون لنا قرار الحكم، حتى يعني بس نطمن، حتى الناس تخاف ما تسوي جرائم، يقوم يخافون. نتمنى يعني، وانا بثقة تامة بالقضاء العراقي او حكومة كردستان انه ما يخلون حق احد يروح ابدا، ماكو واحد حقه يروح.